صباح الخير، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نعمل أكلات حلوة بسيطة وشعبية والكل بيحبها. هي المحلاية. ورح نضيف لمكون كتير بسيط بس رح يفرق كتير بقوام المحلاية ويطلع مثل اللي بيعملوها بالمحلات. هون عندي لتر حليب. حطيت أنا ما بدي كتر كتير، بحب أعمل دايما تازة، يعني ما بحب أعمل كتير وحط بالبراد، يعني يقعد كتير بالبراد، فكل فترة بعمل على يعني كم وحدة. فحطيت لتر وشوي حليب، هن طلعوا 4 كاسات، بس هاي الكاسة كتير كبيرة ما أنا صغيرة يعني. طبعا أنا أول شي شغلت تحت الطنجرة بس بعدين طفيت لأني رح أحط كل المكونات على البارد. هاي ظرف فانيليا، فيكن تحطوا مستكات أطيب طبعا من الفانيليا بتطلع. راح أحط 4 معالق سكر، وراح أحط كمان 3 معالق ونص نشا، إذا بدكن إياها أسمك حطوا 4. وعلبة قشطة لأنه الحليب هون مو كامل الدسم بيجي. وهذا هو المكون اللي عم لكم عليه، رشة الملح. رشة الملح كتير ضرورية، جربوها، رشة صغيرة يعني هي. وحطيت كل هالمكونات على البارد وشغلت الغاز وهلأ بلش حرك. ولا مرة جربت خلي السكر الحليب ليسخن وبعدين يعني حط له النشا يعني دوب النشا بالمي وحطه، أو بحليب وحطه على يعني فوق الحليب السخن. لا، هيك بحطه كله على البارد وبحركه أفضل. بس إيدنا رح تضل فيه أكيد لأنه إحنا حطينا سكر مع الحليب، فمشان ما يلزق الحليب ما فيني أتركه، بدي ضل حركه لحتى يغلى. كتير سهلة وبسيطة شغلتها، ومن الأكلات اللي يعني هلأ بلشت الشتا هيك دافية بالشتوية. هي طيبة إمتى؟ بكل الفصول يعني، بالصيف وبالشتا، بس إنه يعني بس بالشتوية طيبين هدول الأكلات. بالسحلب كمان كتير طيب، شي مرة بنعمل سحلب. هون بلش يعني يتقل الخليط. هلا بنشوف نعمله تيست إذا اتقل عشان نعرف قديش بدي خليه على الغاز. هيك ممتاز، ما بده أكتر من هيك لأنه بدها ترجع تجمد. هلأ بس نحطها تبرد شوي ونحطها بالبراد رح ترجع تجمد. سكبتهم بكاسات. شايفين لتر حليب طلع بركة. لتر وكاسة يعني، مو لتر على القد وكاسة زيادة يعني. 4 كاسات حليب بس كبار ما صغار. شايفين كيف القوام ناعم؟ يعني بتحسوها كتير ناعمة. نسكبهم كلهم ونتركهم على جنب يبردوا. لازم يبردوا أول شي يعني بحرارة الغرفة. وهي آخر واحدة. ما ملزق بالطنجرة. هون خلصنا. هاي الكمية اللي طلعت. هون كانوا بردوا يعني، وهلأ بدي زينهم بس مو الكل، رح زين كم وحدة معكم. بحط الباقي بالبراد، واللي بعده بعدين مزين بياكل، ما بده يعني مو الكل بحب بالجوز الهند والهدول. فزينت 3 معكم، والباقي راح احطه بالبراد مثل ما هو. اللي بيحب يزين بعدين بيطول وبيحط على كاسته، ما بيحب بياكلها هيك. هاي جوز الهند
تزيين حسب الذوق، شو عندكن زينه. في ناس بتحط بس جوز الهند مع كاجو أو فستق حلبي أو زبيب، كله طيب، أو لوز مبروش كمان. أنا بحط جوز الهند وبحط فستق حلبي وبحط هلا بتشوفوا معي شو كمان هاي الفستق الحلبي، وبحط كاجو وزبيب، هيك يعني هاي الشغلات الموجودة عندي حاليا. هذا الزبيب بيعطي طعم كتير طيبة مع المحلاي والرز بحليب، نفس هيك بزينن هيك خالصين. طعمة بتجنن وأكلة كتير طيبة بالشتوية بالصيفية إمتى ما كان، وحلا بسيط. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني باللايك وبالاشتراك. سلام، لا تنسوني باللايك، باي باي.